اقتصادي وكده واكل سريع يلا، فاي حاجه موجوده عندك ضيفيها. العدس ابو جبه ده ما يدي الكشري طعم تاني خالص. كده صافيه ازاي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده انا محتاره في الغدا هعمل ايه. فكرت كده بسرعه، الوقت متاخر معايا، وقلت هقوم اعمل كشري الحله بسرعه. يلا تعالوا مع بعض شاركوني، يلا نعمل كشري الحله مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. على البوتاجاز على طول، انا مش هصور على الرخامه. بسم الله. وانا بعمل الشعريه هنا، وانا محمر الشعريه حمر البصل. بصوا انا مقطع البصل ازاي، كميه البصل اللي انت عايزاها. ممكن على فكره تضيفي هنا رشه دقيق قمح او رشه نشا عشان ينشف معاك، بس عشان البصل جديد فكده كده هينشف يعني. والحله التانية يا حبايبي هنا هعمل فيها الصلصه. بسم الله. ده حبه توم، معلقه توم كبيره اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. موطيه النار على التومه طبعا علشان ما تتلسعش مني. التومه خلاص خدت لون ذهبي يا حبايبي اهو. هحط فيها معلقتين كزبره. بسم الله. الكزبره الناشفه المطحونه دي. تشوح بس الكزبره كده. انا مش هنزل عليها بالطماطم، لا هطشها بالخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الخل العادي بتاع المطبخ بتاعنا. بسم الله. بس كده يعني مقدار كوبايه خل صغيره كده طشيتها بيها. اول ما يغلي الخل مع الكزبره هنزل بالطماطم بتاعتي اللي هي هعملها الصلصه بتاعت الكشري. انا معايا كميه طماطم حلوه هنا، يعني مقدار كيلو ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده هسيبها براحتها على البوتاجاز لغايه ما تتسبك وتبقى ايه خلاص كده. نخلص من الصلصه. الشعريه اتشوحت اهي، مرت خالص اهي ما شاء الله. هنزل بالرز. هيتفلفل بس الرز، وهنزل بالمكرونه. انا عندي اسباجيتي وعندي مكرونه فوق صغيره. والكميات اللي انت عايزاها انا مش هحدد لك هنا كميات، لانك انت ضيفي الكميات اللي انت عايزاها. نقلب البصل ما ننساهوش. خلاص كده اللي شوحت الرز يا حبايبي شويه اهو. هنزل بالمكرونه. البصل اتحمر خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا حبايبي كده البصل اهو. طفيت طبعا على الزيت هنا بتاع البصل. المفروض كنا عملنا الدقه من الزيت بتاع البصل، وحمرنا الحاجات اللي حمرناها دي الشعريه وكده من زيت البصل عشان يدي طعم حلو خالص مع الصلصه طبعا. اللي بيخلي الكشري بتاع المطاعم ليه طعم حلو هما بيضيفوا لكل حاجه من الزيت بتاع البصل ده. المكرونه يعني خدت تشويحه بسيطه كده، تشمعه كده خفيف. معايا انا سباكيتي، ممكن تضيفيه وممكن تشيليه براحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملح بتاعي طبعا لازم اضيف ملح، كميه ملح حلوه لان الكميه بتاعتي كبيره. ممكن تضيفي ميه تكون مسخنه ميه على البوتاجاز، او تاخدي ميه من السخان بتاعك عادي لو الحله بتاعتك استوت.
خلاص كده يا حبايبي، انا ظبطت الميه وظبطت الملح اهو. الميه بتاعته زي الرز زي المكرونه، لان ده مش هنصفيه. اول ما غلت اهي معايا هوطي عليها النار وهسيبه يستوي على نار هاديه. بعد كده هيبقى مفلفل ان شاء الله بالحبايه. ملحه مظبوط، كل حاجه مظبوطه. تعالوا هنا نشوف الصلصه بتاعتنا. انا معايا حبه فلفل اسود بس، وحطينا كزبره طبعا في التحمير، وحطينا خل، وده الملح. ظبط الملح بتاعك حسب ما انت عايزه. خلاص كده الصلصه بتاعتنا هتنزل، وبعد كده هنروح على الرخامه نعمل الدجه مع بعض على ما الكشري يستوي. كده تمام. تعالوا نعمل الدجه ونعمل الشطه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت معلقتين زيت من الزيت بتاع البصل اللي الظهر دي بصلايه على فكره. وحطيت كبشه صلصه من تحت الطماطم، وهحط الشطه على طول عليها. ممكن تغلي الزيت مع الشطه، بس ده عما يبقى فظيع فظيع فوق ما تتخيلي، وما يقلب ريحه البيت ويخلي الكل يبقى شنجون. الشطه دي انا اللي طحناها في البيت، فالشطه السوداني سخنه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اقل ذره كده هتخلي لك الطبق نار. خلاص الشطه كده تمام. تعالوا نعمل هنا ايه. دي كوبايه ميه للدجه، وهحط نص الكوبايه خل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط معلقه كمون، وكيس توم. التوم اللي هو انا مفرزاه، يعني ممكن توم طازه، بس انا استسهلت يعني طلعت كيس من المفرز ده. الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه المصفى عشان البذور، بس هو كده كده هنصفي الدجه يعني مش بس بعد شويه كده هصفيها علشان اشيل حبيبات التوم اللي فيها. يعني ممكن تحصر الليمون عادي من غير مصفى. انا هحط ليمونتين بس عشان الليمون غالي. انا جايبه 3 ليمونات بس هحط 2 بس، لان الاتنين كبار كلهم ميه ما شاء الله. على فكره الميه اللي ضفتها مع الخل دي ميه من الحنفيه عاديه خالص. اشيل البذره واحط التفل بتاع الليمون. هسيبه شويه كده لغايه ما يتشرب الثوم والكمون والخل ببعضه والحاجات دي، وبعدين هصفي بالمصفى ديت. هصفيه على طبق تاني قبل التقديم. خلاص يا حبايبي، الكشري بتاعنا اهو ما شاء الله. بصوا مفلفل ازاي، كل حاجه ما شاء الله طالعه لوحديها اهي. بسم الله. واستوى ما خدش يعني وقت خالص. اي حد مستعجل عليه وعلى كشري الحله ده على طول، ما تحتاريش. ما شاء الله. بسم الله. يلا بينا نضيف الدجه ونضيف في كمان عندي عدس بجبه، كان عندي حبه كده فجيت سلقاها ما ضفتهاش مع نسيت اضيفها هنا فسلقتها كده بسرعه. حبه العدس اللي كانت معايا يا حبايبي ها. ممكن تضيفوا حمص كمان، ما يعني اللي موجود عندك ضيفيه، بس انا يعني اقتصادي وكده واكل سريع يلا، فاي حاجه موجوده عندك ضيفيها. العدس بجبه ده ما يدي الكشري طعم تاني خالص. الشطه السوداني بتاعتنا ما شاء الله، على حسب انتوا براحتكم. يعني الشطه دي كل واحد براحته فيها. الدجه صفيت الدجه زي ما قلت لكم اهو. بصوا بقت صافيه ازاي. ده الشكل النهائي لطبق الكشري السريع بتاعنا، كشري الحله. بألف هنا وشفا لحبايبي. بس حبايبي ما تنسوش يعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصلهم مني كل الوصفات السهله السريعه. بالهنا والشفا.